ايه اللي وقع ده؟ زي ما بيقولوا عز الولد ولد الولد. لا مش طبعا، لا طبعا، لا الولد حاجة، حب ده حاجة وحب ده حاجة تانية بالحقيقة. يعني بصراحة لا، هم زي الولد، يعني أنا بعتبرهم زي الولاد. عاوزة أسأل عن إيه أهمية الأجداد في تربية الأحفاد؟ أنا أصلا بحبهم أصلا. ده حاجة مهمة جدا، يعني أنا من غير مامي ما كناش هنسرفايف الأول 6 أسابيع. ممكن أقول خبرة يعني بعد السنين ده كله. انا شايف ان دور الاجداد في حياه الاحفاد مهم جدا، ده رزق كبير قوي من عند ربنا، وحاجه يعني المفروض تحمدوا ربنا ان ولادكم شافوا اهاليكم. نعم نعم. بتاثر في شخصيه الطفل جامد جدا، وبتكون حاجات كتير قوي عند الطفل. في حاجه اسمها عيله، يعني في الجد وبعدين في الابن وبعدين في الحفيد وبعدين في الابن، ففي تسلسل عائلي او تسلسل في البشريه زي ما هم فاهمينه او بيتعلموه، فبيشوفوه قدامهم. ايه ده؟ طب ما انت شبه باباكي واختك شبه مامتك، بابا شبه جده ومامته شبه اخوه، شجره العيله. فجاه بيبقى فيه انا الرحله بتاعتي بجيب الجايد الانجليزي والفرنساوي والعربيه بالتكييف يلا نرجع الحاجة مكانها. قدامكم 5 minutes يا جماعه. انا بقى وطبعا الطفل بيتعلم كتير جدا من الجد عن حاجات زمان، ففي قيم ومبادئ واخلاق كانت موجوده زمان مش موجوده على ايامينا طبعا، ولا على ايام العيال خالص بقى. لا جيل ملعون، الحمد لله جيل ملعون، مش احفادنا، لكن احنا عمرنا ما كنا كده. احنا يا بنت كانت تقعد مكانها، يا ولد يقعد مكانه، هي اللي بتقول لي يا نانا اقعدي مكانك يا نانا. قصص مثلا الاجداد بيحكوها ايام زمان وايام الحلوه، كانوا بيعملوا ايه، بيتعاملوا ازاي مع الناس، فكل ما الاجداد دي تبقى موجوده حوالين الطفل وتحكي لهم قصص اكتر، الطفل يبقى عنده عمق اكتر في شخصيته، لان هو شافها من فوق وهو اصلا طيار. فقال I think those who build this building are pirates. راح الراجل بتاع الورلد تريد سنتر جاي جنبي بيقول علينا بايرتس، قلت له لا بيقول بايلوتس. كل الحاجات دي تراث مش هيرجع تاني. علمهم الادب زمان مش زي دلوقتي طبعا. زمان كان في حضرتك وحضرتك ومن فضلك وشكرا. جد والجده دي تيجي منهم، هم اللي ممكن يعلموهم حاجات زي دي. يعني انا مثلا جد ولادي من ناحيه باباهم بيعلمهم لغه عربيه، يقعد يكتب لهم الحروف كل مره يشوفهم فيها. جدتهم بتعمل لهم هدوم، جاكيتات وطواقي وجوانتيات. بابايا بيصلي قدامهم دايما وعارفين ان ده صلاه، بيقعد يحكي لهم قصص الانبياء، قصص قديمه، يحكي لهم ازاي يقعدوا على السفره مثلا وياكلوا ويمسكوا الشوكه والسكينه، ازاي يتعاملوا مع بعض كاخوات، حتى لو شافوهم مره في الاسبوع، بس يبقى فيه مره في الاسبوع. ده مقدس للعيله، مهم جدا. احساس جميل، يا ربنا يخلي لكم مامتكم وباباكم اللي عندهم يعني ابوهم وامهم لسه عايشين، واللي لا الله يرحمهم دايما افتكروا سيرتهم، يعني جيبوا سيرتهم لاولادكم واحكي لهم جدهم وجدتهم كانوا بيعملوا ايه زمان، ووروهم صور زمان وانتوا صغيرين معاهم، يعني حتى لو مش موجودين خليهم موجودين معاكم، حسسوهم ان هم لسه موجودين. بصي جميله. في حاجات كتير الاجداد بيعملوها بيبقوا الاهالي مش عاوزين يتدخلوا عشان ده جيل وده جيل. حاجات وحاجات، يعني احنا بناخد اللي احنا مقتنعين بيه، وفي حاجات اكيد احنا مش مقتنعين بيها فما بنعملهاش زي ما اهالينا عملوها معانا. يعني فالاجداد كتير بيبقوا عايزين يتدخلوا في تربيه الطفل اللي هم اصلا من جيل تاني خالص بقى. ايه ده؟ ازاي بتتكلم بالطريقه دي؟ ده قليل ادب. ازاي مثلا لابس كده؟ ده احنا في الشتاء. ازاي الولد ده لابس طبقتين بس ومش 4؟ لا ركب منكوش سرحي لها شعر، لا ما تلبسي كده، لا 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 لا. ازاي يبقى عنده برد مثلا ما احطش بصله في الشراب؟ بنتي ما تلبسي كده ابدا، لا 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 لا. فين الجورنال اللي حاطه في الصدر عشان يتدفى؟ حاجات طبعا بالنسبه لنا يعني اساطير، بس هو زمان كانوا بيعملوا كده. المفروض ان احنا ملناش دور في التربيه، ولو اتدخلنا ما يبقاش قدام الاطفال. انا شايفه انها حاجات مهمه ان احنا ناخدها من اهالينا. يعني بابايا مثلا اهم حاجه عنده الصبح مثلا ياكل جبنه بالحبه البركه. حبه البركه دي مهمه جدا للصحه ومفيده، والعسل بيشرب عسل، كل معلقه عسل كل يوم الصبح. فدي حاجات انا خدتها منه وبحاول اعود ولادي عليها. ممكن كده، وممكن يكونوا كانوا حاجه بيعملوها احنا شايفين
ان ما كانش المفروض تتعمل، فبتبطلي تعمليها مع اولادك. بس في طريقه التربيه نفسها الامهات ساعات بيلاقوا ان يكونوا بيحاولوا يربوهم بطريقه مختلفه، بالذات لو طريقه دلع. بالظبط، بوظان. بالظبط، الاب والام يربوا ويقولوا ولا الاجداد يقولوا all the time. بيدلعوهم، بيحبوهم، بيعرفوا يحبوهم. يعني الدلع ده طبعا سمه الاجداد. يا حبيبتي تستني، انا عندي ليكي حاجه، كيس بونبوني قد كده، انا عندي ليكي مصاصه، لا ماما مزعلاكي، استني انا عندي ليكي علبتين شوكولاته متقفلين جاهزين، ايباد مشحون، تعالي، تليفوني تحت امرك. بيبوظوا العيال. اول ما الجد يجي البونبونيه تظهر، كيس الشوكولاته، الايباد. هو كل ما تعيط تاخد شوكولاته، يعني بنكافئها يعني هي بتعيط فاحنا بنكافئها بشوكولاتايه، ولا المفروض العكس؟ بجد الاجداد يعني بالنسبه لي اللي هو كل يوم الصبح اقول ما فطرتش تستني حد مثلا يعني نص اليوم هيعدي وهي راجعه بالاتوبيس، يعني مش لازم رايحه الصبح 6 الصبح نازله شوكولاتايه بونبونايه، اتفرج على التلفزيون شويه. طبعا التلفزيون ده 24 ساعه طول ما الاهل موجودين بصراحه. يعني انا بحط رول مثلا مفيش تلفزيون قبل ما يخلصوا، فتحت لهم التلفزيون ليه يا ماما؟ زهقانين، العيال زهقانه، قلت افتح لهم التلفزيون. ايوه بس هم لسه ما عملوش الواجب، خناق بقى ليل ونهار. انا برضو بعذرهم يعني بصراحه متعبين جدا. يعني في انواع، في الاجداد اللي هم الجده اللي بتترمي عندها الطفله كانها امها تيجي تاخدها شويه لما تفضى وترجعها شويه عشان المدارس، بس هي بتبقى عند الام. كل الاجداد لبسوا في الحيطه والحمد لله، وشرباه من اوله لاخره، وبنتي بتشتغل. انا بروح استلمه من المدرسه واقعد فيه، لما تسافر انا اقعد فيه. بعرف ناس كتير قوي كده امهات راميه عيالها عند امي قاعده بالطفل وانا بقى بجري بقى اشتغل العب اسافر. وفي الام التانية اللي هي السوبرفايزر، ده بتعمل كل حاجه وهي قاعده بس لا احنا حبيبتي الحمد لله على السلامه، هنا خلاص انا عملت اللي عليا وربيتكم، انتوا بقى تربوا عيالكم، انا ايه اللي يخليني اربيكم واربوا عيالكم كمان؟ بس انا ماليش دعوه، انتوا جبتوا العيال دي ليه؟ عشان انتوا تربوهم، يعني مش عشان انا اللي اربيهم وانتوا تخرجوا. معاكي حق، بس هو بصراحه ألذ بكتير ان احنا نخرج وانتي تربيهم، يعني دي حاجه هايله، بس هل دي حاجه صح؟ على قد ما هم بيفرحوا باحفادهم وعاوزين يلعبوا معاهم وبيحسسون بالحياه، على قد ما هم عاوزين يعيشوا حياتهم برضه. علشانك انتي انجوي بالنار ولا احكي التيتي وادخل جهنم وامشي وابكي واقول ياه لهوتي. وربنا يخلي كل الاحفاد يخلي لهم جدهم وجدتهم، وربنا معانا. وانا قلت اركب طياره قالوا تتدقلق من فوق، وانا قلت اركب طياره قالوا تتدقلق من فوق، وانا قلت اركب طياره قالوا تتدقلق من فوق، والنصر بنت له اشاره وانا قلبي بغايه الشوق، نفسي اتطوع طيار، عايز اتعلم طيار، نفسي اتطوع طيار، اتعلم طيار.